هلا شباب واهلا وسهلا بكم بفيلم ستيشن. وياكم نور الدين، صديقي علي ومجد. هلو. هي احنا اليوم راح نحكي على فيلم باتمان في سوبرمان دون اوف جاستس. احنا كلش متحمسين على الفيلم. راح ينزل هو بيوم 24/3، ومن هسه احنا مشترين التيكتات. وهذا الفيلم هو كان مثل حلم الكل قراء الكوميكس وكل الناس اللي تحب افلام السوبر هيروز. اول مره راح نشوف باتمان وسوبرمان بنفس الشاشه، وبالاضافه انه هم بنفس الفيلم واحد راح يتعارك ويا الاخ، فما اعرف ايش راح يصير. واحنا كلش متحمسين، وبالاضافه اكو هم وندر وومن وياهم. واذا اقول مرت اللخ بالاضافه راح اربح ثلاجه صغيره. God versus man. Day versus night. الحلقة مالتنا هاي راح تتكون من جزئين. الجزء الأول راح نحكي عن سوبرمان وتاريخه، وبالجزء الثاني راح نحكي عن باتمان وتاريخه. مثل ما قلنا هذا الفيلم جدا مهم بالنسبة لنا، لأن شخصيات باتمان وسوبرمان أثروا على ثقافتنا الحديثة وتاريخ النشر، وأثروا على الكوميكس، وأثروا على القصص، فشي كبير أنه إحنا راح نشوفهم ثياناتهم بنفس اللحظة بنفس الفيلم. هسه قبل ما نبلش بالفيلم نفسه، خلينا نرجع شوي لورا ونشوف التاريخ مال شخصية سوبرمان. هسه بالرغم من انه اغلب الناس يتوقعون انه سوبرمان هو اصل قصص السوبر هيروز، بس هو ما كان اول واحد. اكو شخصيات قبله طلعت، بس اللي ميزه وخلاه يبرز عن الباقين هو سوبرمان بنى الاساس للشخصيات القصص المصورة، واللي حد اليوم هو المقياس لمثل هالنوع من الشخصيات. اللي سوى الشخصية هو جو شوستر وجيري سيغال، وكانوا يشتغلون بناشنال كوميكس دي سي حاليا. وأول مرة شوفوا هاي الشخصية للعالم كان بسنة 1938. وقصة الأساسية هي أنه شخصية سوبرمان اجى من كوكب اسمه كريبتون، والشخصية اسمها كاليل. والكوكب كان على أبواب أنه ينفجر، بس قبل ما الانفجار يصير أبوه الكاليل حطه بسفينة وخلاه يفلت من الكوكب، وخلاه هو الناجي الوحيد من الكوكب مال كريبتون، ودز الكوكب الأرض. لما وصل ونزلت السفينة بمدينة اسمها سمولفيل، واللي لقاهم مع عائلة اسمها كنت، واللي بيها كان بس رجال ومرأة، وتبنوا للطفل وسموه كلارك. وبعد فترة بلشوا يكتشفون انه الطفل عنده قدرات خارقة، وعلموه شلون يستخدم قوته للخير. وبعد ما كبر قرر انه يصير الشخصية اللي هسه كلنا نعرفها. قراء القصص المصورة رأسا تعلقوا بالشخصية وبسرعة، لأن صار رمز إلهم يرمز للخير ومساعدة الناس. وطبعا أول طبعة مال القصة سوبرمان رأسا انباعت والكل اشتروها، وبخلال سنتين سوبرمان كان بكل مكان. كان عنده مسلسل على الراديو، كرتون، وألعاب إلى آخره. ومن وراء هذا كله بلشت الفترة الذهبية لهذا النوع من القصص. ولأن كانت الشخصية والقصة ناجحة، فدي سي رأسا قررت أنه تسوي شخصيات ثانية وأبطال ثانيين. اللي خلى شخصية سوبرمان محبوبة لهالدرجة هو أنه هاي الشخصية كانت عبارة عن شخص لاجئ ويحاول يساعد الناس. هذا خلى القراء يتعاطفون وياه أكثر، وخصوصا بهذيك الفترة الأطفال والمراهقين خلوا مثل أعلى يقتدون به. واليوم شعار سوبرمان هو أكثر شعار معروف بالعالم، وقصصا انباع منها ملايين النسخ، وتمت ترجمتها للقصص لأكثر من لغة. وبال2014 كانت أكو النسخة الأول طبعة الأول قصة مصورة لسوبرمان، وانباعت بسعر $3,200,000. هسه الشخصية من قد ما هي مشهورة اترجمت لهواية لغات ودخلت لهواية دول. اتذكر حتى دخلت العراق كانوا الأس يقلبوها ويحطون نقطة ويسموه رجل خارق، يسوي له شوارب. وحتى شخصية ما تبدأ أتذكر، نبي فوزي. بالأربعينات سوبرمان كان بكل مكان، مسلسلات ومجلات وألعاب ومسرحيات. بس بال51 سووا له أول فيلم كامل اللي هو اسمه سوبرمان أند ذا مول مان، بطولة جورج ريفز كان أول موفي ستار يمثل شخصية سوبرمان. وتبع هذا الفيلم مسلسلة اسمها The Adventures of Superman، استمرت لحد سنة 58. وبال59 جورج ريفز توفى. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. طبعا الصدفة الحلوة انه بن أفلك اللي بباتمان فيرسس سوبرمان يمثل شخصية باتمان، مثل فيلم ثاني اسمه هوليوود لاند شخصية جورج ريفز اللي هو يمثل شخصية سوبرمان. كان فباتمان هو سوبرمان، هو بن أفلك هو سوبرمان. هو مو بس أول سوبر هيرو حقق نجاح كبير بالكوميك بوكس، هو أول سوبر هيرو كان له فيلم بميزانية ضخمة. سوبرمان ذا موفي اللي بدأوا يشتغلون به بال73 ونزل بال78، بطولة كريستوفر ريف اللي مثل شخصية سوبرمان، وجين هاكمان اللي مثل العدو مالته ليكس لوثر،
نزل بال 78 وحقق ايرادات كلش ضخمه وكل النقاد والناس حبوه. سوبرمان الثاني اللي يتصور بنفس الوقت مال سوبرمان الأول نزل سنة 80، وبهذا الجزء شفنا أول مرة الجنرال زود اللي مثل الممثل البريطاني تيرنس ستامب. المعجبين همين كلهم كانوا يحبون هذا الفيلم وهمين النقاد رحبوا به، ومثل الأول حقق نجاح مادي. بعدين بال 83 نزل سوبرمان 3. سوبرمان 3 كان علي تحكي عن فيلم علاوي زين نور شباب زين. بالجزء الثالث ما اعرف ايش رادوا دي سي يسوون، المهم رادوا يغيرون التون مال الفيلم وكانه كان جدي كلش بالنسبه لهم الجزء الاول والثاني، فقرروا انه يزيدون الكوميديا بعد بالزايد. سوبرمان هالمره لازم يتعارك ويا كمبيوتر شرير، وجابوا على اساس اللي صمم الكمبيوتر ريتشارد براير ممثل كوميديان. شو اقول لكم عليه؟ لا احد يشوفه بليز. ورا 4 سنين بال 87 رجع كريستوفر ريف يمثل اخر مره شخصيه سوبرمان بسوبرمان 4 ذا كويست اوف بيس، والله لو تموتون ما احكي عنه. عفتوني وحدي وقعتوا الاضاءه. اوكي سوبرمان 4 هو أسوأ جزء بسلسله سوبرمان مال كريستوفر ريفز، يمكن أسوأ فيلم سوبر هيروز بالعالم. اول شيء الشرير مالتها اللي هو اسمه نيوكليير مان سووه من شعر سوبرمان، واثنيناتهم من قاموا يتعاركون قام واحد يخرمش بالله، وسوبرمان بعيونه يرجع سور الصين العظيم، وراح سواله حكى كلمه باليو ان، يعني والله ما اريد اكمل. خلص انتوا لا تروحون تشوفوا، هاي نصيحه من عندي. And Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4, his most important adventure, the quest for peace. سلسلة أفلام ريفز الأربعة كان جمهورها هم الأطفال أكثر من الكبار، وخصوصا آخر فيلمين. لكن السلسلة هاي راح تبقى خالدة بالتاريخ لأن هي أول أفلام للسوبر هيروز، وطبعا أول أفلام لشخصية سوبرمان. للأسف تعرض الممثل كريستوفر ريفز سنة 95 إلى حادث أدى إلى شلله، وتوفى الممثل سنة 2004. احنا راح نظل نتذكر كريستوفر ريفز كل ما نتذكر شخصية سوبرمان، وبنظرنا ونظر هواية ناس ريفز هو سوبرمان. سنة 93 وارنر براذرز ودي سي كوميكس نزلوا مسلسل اسمه لويس اند كلارك. تركيز المسلسل هاي كان على علاقة سوبرمان بصديقته. المسلسل كانت بناتية أكثر، بس استمرت 87 حلقة، هواية ناس تفرجوها. ورا هاي المسلسل نزلت هواية مسلسلات كرتونية، لكن أشهر وحدة كانت سوبرمان ذا أنيميتد سيريز، واللي حصلت إعجاب النقاد، وهواية ناس تعرفوا على سوبرمان من خلال هاي المسلسلة. سنة 98 المخرج تيم بيرتون راد يسوي فيلم السوبرمان على الطريقة الخاصة مالته، فتخيلوا المن جاب على مود يمثل دور سوبرمان نيكولاس كيج. الفيلم كان كلش غريب، وإذا تريدون تعرفون عنه تفاصيل أكثر ممكن تشوفون الوثائق اللي هو اسمه The Death of Superman Lives. بسنة 2001 وارنر براذرز وقناة CW سووا مسلسلة اسمها سمولفيل. هاي المسلسلة تركيزه كان على كلارك كنت من كان بعده مراهق وشون كان دا يكتشف مادة القوة. المسلسلة استمرت لمدة 10 سيزونات، وعرفت جيل جديد على سوبرمان وعلى كل القصص مالته. وباي ذا واي لحد هسه هو أطول مسلسل سوبر هيرو. خلال هاي الفترة وارنر براذرز قررت تسوي فيلم للسوبرمان جديد، وهذا طبعا وراء 20 سنة من أفلام كريستوفر ريفز، وجابت المخرج براين سينجر اللي هو أخرج فيلم اكس مان، والفيلم كلش نجح. المخرج براين سينجر حط الممثل براندن روث واللي هو يشبه كريستوفر ريفز، وجابوا كيفن سبيسي على مود يمثل دور ليكس لوثر. الفيلم كان جزء مباشر لأفلام كريستوفر ريفز، نفس الشعور ونفس الفئة العمرية، بس الفيلم ما حقق النجاح المستحق، لأن أفلام دارك نايت
لكريستوفر نولان غيرت اللعبة تماما، وخلت الناس تتوقع أن أي فيلم سوبر هيرو راح يكون سوداوي وراح يكون أكثر لفئة عمرية أكبر. فسوبرمان ريتيرنز حلو كان، بس مع الأسف توقيته كان غلط. لو هذا الفيلم نازل بداية التسعينات والثمانينات كان حقق نجاح أكبر، ولهذا مثل ما تعرفون دي سي اتجهت اتجاه مختلف. بالضبط. هي بعد ما شافوا مارفل همين شلون قاعد تنجح بالافلام مالتها والتنوع والاختلاف مالت الالوان اللي صارت بيها، دي سي رادت تسوي هيك شيء قريب من عنده، خصوصا بعد ما شافوا الفشل اللي صار بجرين لانترن بوقتها. فقالوا انه اوكي الشخصيات مالتنا احنا زينه بس لازم تكون شوي سوداويه، فلذلك جابوا كريستوفر نولان بوقتها على مود يسوي لك مثلا مان اوف ستيل جديد، واستهدفوا فئة عمرية مختلفة من مارفل. بالضبط، المستوى مال العمر شوي كان اكبر. بعد ما جابوا زاك شنايدر المخرج اللي نفسه سوى 300 وواتشمان، قرروا انه يسوون فد سوبرمان شوي سوداوي اكثر من قبل، وخلون نوعا ما واقعي. واول شيء راح تلاحظوه هو التغير بالبدله مال سوبرمان. هسه الفيلم نفسه اي نعم انه حقق ارباح هوايه، بس مو كل الناس حبوا الفكره مالته، بالرغم من انه الاراء كانت مختلفه، بس مع ذلك الاغلبيه حبوه. نجاح الفيلم ماديا نوعا ما خلانا نقدر نعرف او نوثق انه بالمستقبل رح تصير اجزاء جديده بالعالم مال دي سي، فاتوقع راح تشوفون اجزاء بعد لخه للسوبرمان او الباتمان بالمستقبل. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about Excuse me. زاك شنايدر اجى بعد شهر من ما طلع المان اوف ستيل بوقتها بالكوميكون، واعلن بوقتها انه راح يصير فيلم جديد اللي هو باتمان فيرسس سوبرمان، بحيث انقلبت الدنيا بوقتها عليه. ماكو واحد ما قام يصيح بالحفله مالتهم. وهو جاب قرأ مقطع من دارك نايت ريتيرنز الكوميك الجرافيك نوفل اللي هو ماخذين من عندها لقطات بهذا الفيلم. بالضبط. وبعدين هم وراها فتره جابوا بن افلك وقالوا انه هو اللي حيصير باتمان. هي هذه كانت يعني حلم تحقق، مو بس المعجبين سوبرمان وباتمان، مو بس حتى المعجبين دي سي، يعني كل الكوميك بوك فانز بالعالم تخبلوا عليها، فشي يعني حلم ده يتحقق فعلا للكل. على العموم هاي نهاية هذا الجزء الجاي حنحكي بيه على باتمان وتاريخه وتأثيره على هذا الفيلم. شوفكم الأسبوع الجاي. باي باي. في الله.